فيديو جديد عن الهدايا اللي بتوصل للقناة. والفيديو النهاردة برعاية جرافيتي ريزن. جرافيتي ريزن مش مجرد جروب صغير او حاجة، لا ده شركة كبيرة هنا موجودة في السعودية، مقرها تقريبا جدة، بتشحن دولي وبتشحن لكل المدن الموجودة في السعودية. تمام. عندهم يا جماعه مش بس ريزن، ده عندهم مش نوع واحد، لا عندهم اكتر من نوع، واحنا اوريدي في القناه هنا جربنا يمكن 3 انواع من الريزن بتاعهم وحلو جدا. عندهم طبعا الوان الريزن كلها كحوليه، مايكا، عندهم الادوات اللي احنا بنعوز نستخدمها في شغل الريزن، عندهم القوالب، عندهم الهوت ارجان، عندهم المنظف، عندهم حاجات كتير جدا. يعني كل حاجة انتم محتاجينها يا جماعة في شغل الريزن هتلاقوها عندهم. عندهم كمان حاجات تخص الشمع، عندهم كمان حاجات تخص الجرافيتي تيرازو والالوان بتاعته، وقوالب كمان خاصة بيه، وافكار حلوة جدا. فلو انتوا بجد بتحبوا شغل الهاندميد ومحتاجين خامات وتكون خامات نظيفة وحلوة ومضمونة، ادخلوا الصفحة بتاعتهم وادخلوا الاكاونت بتاعهم، هتلاقوا كل الخامات دي. طبعا لو تقدروا تروحوا مكرون تختاروا بنفسكم طبعا ده هيبقى حلو جدا. وقبل ما نفتح ونشوف الحاجات الحلوه دي اللي احنا هنعمل بيها فيديوهات حلوه جدا وتجارب حلوه جدا ان شاء الله مع بعض الفتره الجايه، لازم تاخدوا بالكم ان انتوا تقدروا تاخدوا خصم 10% على كل منتجاتهم باستخدام كود الخصم بتاعي اللي هظهر لكم دلوقتي TA4. لو حطيتوه هتاخدوا خصم 10% على كل المنتجات اللي انتوا هتشتروها من هناك. تعالوا مع بعض نبدا نفتح المنتجات ونتفرج ايه هم. تعالوا نبدأ نتفرج على أول حاجة وهي القالب ده. شايفين القوالب دي أنا مش عايزة أفتحها غير لما نيجي نشتغل بيها، ودوت هيبقى طبق، وفي كمان طبق شكل تاني. طبعا ان شاء الله هنعمل ممكن نشوف تكنيكس في الريزن مثلا احنا لسه ما عملناهاش مع بعض، وان شاء الله نجربها في الاطباق دي. خلاص. بعتين كمان ريزن جرافيتي ريزن المالتي يوز. طبعا احنا استخدمنا مع بعض المالتي يوز وده تحفه، يعني ده اكتر واحد انا حبيته، وهقول لكم كل نوع برضو في نوع تاني كمان ليه ميزه معينه. بس المالتي يوز دوت لو انتوا لسه بادئين وعاوزين حاجه تمشي معاكم اكتر من نوع شغل ويكون استعمالها سهل، فانا ارشح لكم المالتي يوز. الصراحه حلو جدا جدا جدا. دي هنا زي ما انتم شايفين وزنها 550 جرام، بيبقى مكتوب هنا النسب قد ايه، مكتوب نصايح، مكتوب تحذير، مكتوب كل حاجه تخص استخدام المنتج دوت. هتلاقوا هنا بصوا كمان كاتبين لكم هنا ازاي A و B والريشيو بتاعتهم ايه علشان تبقوا عارفين. خلاص. لو انتوا لسه جداد يا جماعه في الموضوع استخدموا الريزن دوت علشان تقدروا تتحكموا في شغلكم. بلاش تجيبوا كميات كبيره غير لما تجربوا في حاجه صغيره زي كده، لما تتحكموا في شغلها وتلاقوا ان انتوا قادرين تشتغلوا كويس وبتطلعوا نتيجه حلوه ونوع الريزن كمان مناسب ليكم، ابداوا خدوا بقى الكيلو والاكبر. فده 550 جرام، ده كمان 550 جرام. تمام. فان شاء الله نشتغلهم مع بعض. كمان بصوا بعتين لنا الالوان دي، الالوان المايك بتاعتهم. بصوا الباودر شكله تحفه. هما تقريبا الدرجتين دول زي بعض، تقريبا اتوقع ان الدرجتين دول زي بعض. تعالوا كده نحاول نفتحه علشان نشوف الشكل. بصوا هو شكله بيبرق تحفه، يعني شكله بجد حلو جدا. بصوا يا جماعه الجمال، مش عارفه اظهر لكم على الكاميرا زي ما ظاهر لي ولا لا، بس الصراحه شكله حلو قوي. وبصوا نعومته، يعني شكله جميل جدا. ان شاء الله نجربه مع بعض ونشوف نتيجته عامله ازاي. اتوقع ان العلبه التانية نفس اللون، انا حاساها ان هي نفس اللون، الا لو هي هتدي ضي لون تاني. لا بصوا انا حاساها نفس اللون، فهم باعتين لنا اللون ده مرتين. تمام. طيب نسيب ده كده على جنب في الاخر، لان ده اكتر حاجه انا فرحانه بيها، لان انا ما عنديش ده خالص، ما جربناهوش مع بعض، ما عملناهوش خلال الفيديوهات، فاكتر حاجه انا سعيده جدا بيها. تعالوا نتكلم على ريزن برو. انا جربت النوع ده قبل كده معاكم، ريزن جرافيتي ريزن برو، وعملناه استخدمناه في صب الورد. لو انتوا فاكرين القلب بتاع صب بوكيه الورد، انا استخدمت ده معاكم وكانت نتيجته كمان حلوه جدا جدا. ما فيهوش بابلز، الشفافيه قدرت ان انا اصب من غير ما يحرق الورد، كانت نتيجته حلوه جدا. خلاص. ان شاء الله نعمل برضو منه شغل حلو قوي مع بعض. كل حاجه من انواع الريزن بتاعتهم مكتوب عليها النسب، مكتوب عليها كل التفاصيل. تعالوا نفتح الصندوق دوت نشوف جواه ايه. بصوا بقى
هنا خلوا ده برضو على جنب كده عشان نتكلم عليه بعدين. تمام. حاطين لنا كمان ريزن فاست كيور. هما كده بعتين لنا 3 انواع ريزن، بعتين لنا المالتي يوز والفاست كيور، ده الفاست كيور، وكمان البرو ريزن برو. لو انتوا لسه جداد وداخلين المجال جديد، انا من رايي المالتي يوز هو اسهل واحد تقدروا تستخدموه. ولو هتشتغلوا حاجه صب ورد عميق استخدموا الجرافيتي ريزن برو، نتيجته هتبقى ممتازه معاه. وكمان فاست كيور حلوه قوي، بس لو انتوا جداد زي ما بقول لكم لا، ارشح لكم المالتي يوز، استخدموه الاول، لما تتمكنوا ادخلوا بقى في اللي بعد كده تقدروا تظبطوه بنفسكم. طيب تعالوا نتفرج. هم باعتين لنا زي ما قلت لكم، هم باعتين يا جماعه حاجات ان انتوا تقدروا تعملوا مشروع. يعني مثلا تقدروا ان انتوا تجيبوا قلبين زي دول وتشتغلوا مشروع في الاطباق دي، ومعاكم نوع ريزن، ومعاكم مثلا الالوان المايكا دي. خلاص تقدروا كمان تشتغلوا الحاجة التانية اللي انا هحكي لكم عنها، اصبروا بعد شوية. تقدروا كمان تشتغلوا حاجة زي دي قوالب تقريبا بتاعت الاكسسوارات والحاجات الصغيرة والخواتم، هنفتحها ونتفرج عليها. بعتين كمان شايفين زي الجليتر ده مثلا، شايفين الجليتر ده نقط ازاي؟ الجليتر دوت يعني اكبر شوية، يعني مختلف، انا حاساه مختلف عن ده. تعالوا نفتح كده نتفرج عليهم من جوه. بصوا شايفين الجليتر ده شكله ايه؟ هما باعتين مجموعة لونية شبه بعض علشان استخدمهم في حاجة واحدة مع بعض، نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. صراحة يا جماعة الخامات حلوة جدا، التغليف حلو جدا. طبعا انا الصندوق ده جالي كشحن محطوط فيه كمية بابلز فوق ما تتخيلوا، رغم ان هو ايه في الاخر هو محطوط فيه صناديق، بس هم عندهم التغليف الصراحة ممتاز وحلو قوي. تعالوا نشوف في الالوان دي كمان، دي الوان ميتاليك. خلاص دول احنا شفنا المايكا وشفنا الجليتر، كمان بعتين لنا الوان البيجمنت الميتاليك اهي شايفينها. كمان قبل كده بعتولنا الالوان الكحوليه، ارجعوا للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوا في الفيديوهات الالوان الكحوليه بتاعتهم عامله ازاي. واتوقع ان ده برضو ميتاليك. ان شاء الله نجرب الالوان دي مع بعض ونشوف نتائجها عامله ازاي. تعالوا بقى نتفرج على الباكج او المجموعه بتاعت الاكسسوارات دي عباره عن ايه. بصوا دي مليانه حاجات، لا انا ما عنديش الحاجات دي خالص. يعني انا عمري ما جبت القالب بتاع الخواتم ده، قالب الخواتم بقى مقاسات كتير مختلفه، فانا اكيد ولادي هيهيصوا جدا وهعمل لهم ان شاء الله خواتم، وهنعمل مع بعض مجموعه اكسسوارات حلوه. تعالوا نتفرج بقى مجموعة القوالب دي فيها ايه. قبل ما نتفرج على القوالب هما باعتين لنا هنا مجموعة حاجات. ده الهوك بتاع الحلق، هنا المسامير دي بنستخدمها طبعا، والزرد الصغير الزرد الكبير، في المسمار ابو علقه، كل الحاجات دي بنستخدمها لو احنا هنعمل اكسسوارز، احنا هنعمل علقه، لو احنا هنعمل حلق. فان شاء الله يا جماعه استنوا فيديوهات بكل الخامات دي. فاللي مشتركش في القناه يجري بسرعه يشترك في القناه وفعلوا الجرس على اختيار كل عشان يوصلكم دايما كل جديد. واللي ما راحش شاف موقع بتاعهم يا جماعه هتلاقوا اللينك موجود تحت. وما تنسوش اي حد يدخل يا جماعه يشتري حاجه من عندهم لازم يستخدم كود الخصم بتاعي TA4 عشان تاخدوا ديسكاونت 10% على كل منتجاتهم. تمام. تعالوا بقى نرجع نشوف. وحتى لو انتوا مش متاح ليكم ان انتوا تجيبوا حاجات من جرافيتي ريزن، كملوا معايا الفيديوهات وتتفرجوا على التكنيكس وكده، واكيد هتقدروا تلاقوا انتوا منتجات تعملوا بيها نفس الافكار دي. خلاص. ده القالب ده طبعا بيطلع خرز، وانا كان عندي القالب زي ده، ما كانش عندي منه المربع، فدلوقتي كمان عندنا المربع ممكن نطلع منه افكار حلوه قوي ان شاء الله. زي ما قلت لكم انا ولادي هيهيصوا جدا. بصوا كمان الاشكال دي نجوم صغيره جدا جدا. دي ممكن اتوقع ممكن تبقى اكسسوارز على حاجه، يعني مثلا ممكن اعمل النجوم دي واخدها احطها على شغل تاني. هنا برضو بصوا شايفين، معرفش انت دي ممكن تبقى خواتم او الحلقان، ممكن تبقى الحلقان. لو انتوا قادرين تشوفوا ان دي هنا في شايفين التجزيع بتاعتها او الشكل بتاعها كانها كريستلز دايموند او كده، مش شكل عادي. يعني دي دايره عاديه، دي لا فيها تشكيل. لو باين لكم مش عارفه هيبان من هنا،
تمام، بس صغنطتين قوي، يعني الاتنين دول حجمهم صغنطط قوي. بصوا هنا كمان نقدر نطلع شكل كريستلز، نحطها على خاتم، نحطها حتى على حلق، نعملها دلاية صغنططة، نعملها دلاية صغنططة تنزل في بريسلت او تبقى مفتوحة من هنا ومن هنا ممكن برضو. ففي افكار كتير جدا ممكن تتعمل. بصوا كمان القوالب دي طبعا الحلقان تبقى خرافيه، يعني شايفين الشكل دوت لما يبقى حلق او ده هيبقى حلو جدا. يعني هما باعتين لنا الهاك وباعتين لنا كمان ان احنا ازاي نقدر نعمل الشكل. باعتين لنا 2 ليه؟ عشان لو انا هشتغل الحلق لازم يكون عندي 2 منه اهو، لازم يكون عندي 2 منه عشان يبقى نفس درجه اللون، نفس الديزاين، نفس كل حاجه، فاشتغلهم في نفس الوقت. فحلو جدا وبجد يعني كويس جدا ان هما مركزين في نقطه زي دي، ان الافضل يا جماعه لو انتوا هتشتروا قوالب زي دي عشان الحلقان، الافضل ان انتوا تشتروا 2 علشان تكونوا بتعملوا نفس الديزاين بنفس اللون في نفس الوقت عشان تطلعوا نتيجه حلوه. فدي كمان لو انتوا مبتدئين وهجيبكم نظام الاكسسوارز، تقدروا كمان ان انتوا تجيبوا القوالب بتاعه الاكسسوارات دي، اذا كان حلقان، اذا كان خواتم، اذا كان الخرز دوت ونطلع منه بريسلتس جميله. كل الحاجات دي تقدروا تعملوها ويبقى انتوا المشروع بتاعكم في التخصص ده. وتجيبوا طبعا من عندهم الحاجات دي مهمه جدا جدا، لان من غيرها مش هتقدري تعلقي الحلق، مش هتقدري تعلقي الدلايه. فصراحه خامات حلوه جدا، منتجات حلوه جدا، وهنعمل منها فيديوهات حلوه قوي قوي. اوعوا ما تشتركوش في القناه وتستنوا الفيديوهات الحلوه دي ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه، واللي هي انا انبسطت جدا جدا لما شفتها في الهدايا دي، وهي يا جماعه القالب بتاع شنطه الريزن. انا الصراحه على طول بشوفه، بس انا ما اشتريتهوش خالص ولا مره، ولا فكرت اجربه، ولا شفت فيديوهات حتى بيعملوه ازاي. فانا ما اعرفش اي حاجه عن شنطه الريزن. فزي ما انتم شايفين هم باعتين ورد، واتوقع ان الورد ده انا هدخله في الشنطه، يعني لسه مش متاكده حسب الديزاين اللي انا هعمله. طبعا باعتين ورد تريكواز، وانتم عارفين انا بموت في التريكواز، فبالنسبه لي الورد ده جميل جدا. طبعا بيبقى فيه يا جماعه اشكال والوان كتير للورد المجفف، فده برده هتلاقوه عندهم. تعالوا بقى نتفرج على الشنطه بالقالب بالفريم. طبعا انتوا بتشتروا القالب مره واحده، انما الفريم بقى بتشتروه طبعا كل ما تعوزوا تعملوا الشنطه. فهم باعتين لي فريم واحد مع السلسله بتاعته، طريقه التركيب، طريقه العمل ما اعرفش عنها اي حاجه لسه يا جماعه. ان انا ان شاء الله لما انوي ان انا اشتغلها هجرب وهعمل كل حاجه معاكم بالتفصيل. في القالب ده وفي القالب ده، يعني ده جواه قالب تاني باين. بصوا انا مش عايزه افتحهم عشان ما بوظهمش الصراحه، بس اللي انا شايفاه ان في حاجه تانية جوه. شايفين في قالب تاني جوه، والقالب ده ايه الفرق وايه اللي هيحصل مش عارفه. يعني هل ده هما الاتنين مقاس بعض؟ ممكن يكون ده مثلا اللي هيطلع الشكل اللي في النص، وبعدين ده هيركب من ناحيه وده هيركب من ناحيه، فعشان كده نشتغلوا مع بعض. الله اعلم. كل دوت هنعرفه اول ما ابدا ان انا اشتغل وافتح كده القوالب وابص لها وابدا افكر انا هشتغلها ازاي، هنعرفه. وطبعا انا مش هشتغل اي حاجه من الحاجات دي خالص غير في فيديوهات ونكون متشاركين فيها في التجربه بتاعتها مع بعض. وحابه اشكر طبعا جرافيتي ريزن على ان هم واثقين فيا وعلى الهديه الحلوه جدا دي. ان شاء الله نعمل بيها فيديوهات حلوه جدا. ما تنسوش ان اللينك بتاع الموقع بتاعهم موجود تحت في الديسكريبشن بوكس. كمان تقدروا تاخدوا خصم 10% على كل منتجاتهم في مجالات كتير كمان وخامات اكتر من اللي انتوا شفتوها بكتير، عن طريق كود الخصم اللي هيظهر لكم دلوقتي TA4. مجرد ما هتحطوه هينزل لكم الخصم على طول. استنوا بقى التجارب والفيديوهات بتاعت الخامات دي كلها. اللي عنده افكار تخص الخامات دي يكتبوها لي في الكومنتات. وما تنسوش ان اللايك والكومنت اكبر دعم ليا، وما بيفرقش معاكم حاجه وما بتكلفكمش اي حاجه، بس انا عايزه احس ان في حماس وفي ناس مستنيه التجارب دي. قولوا لي يا ترى ايه اكتر حاجه حابين نبدا بيها التجارب بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.